بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وتم التسليم. النهارده يا جماعة جبت لكم الزيتون. طبعا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، الدنيا مش مستحملة بصراحة، بس يعني قلت ايه انا بعمل الزيتون، قلت اعمله لكم. ماشي. الزيتون السنة دي مش عارفة اللي هو ماشي امتى ولا قاعد امتى. المفروض بيبقى من اول 9 لغاية اخر الشهر، بيجي في 9 وفي 3. السنة دي بص احنا لسه بنقول يا مفيش يعني، فهنشوف. بس عشان عادة بقى كل سنة وانتم طيبين قلنا نعملها. بص حتى الزيتونة مش يعني ايه، منها تفاحي ما تعرفي ومنها عزيزي، يعني ده على ده، مفيش تفاحي بس اللي لقيته يعني بصراحة، عشان خفت برضو يمشي قبل ما اشتري. لقيت شوية رحت جايباهم، يعني دول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. 7 كيلو حتى، بص مش باينين اصلا ان هم 7. مسكتهم هغسلهم واقعد اطلع منهم الحاجات بتاعت الشجر ديت. وجبت معاهم 6 كيلو ليمون. ماشي. وهقسمهم ازاي، هاخد شويه اللي هديهم غلوه واحطهم مع الزيتون، يعني هعمل زيتون مع الفلفل مع الليمون. ماشي. فجبت اهو ده دلوقتي الفلفل دوت. طبعا ما لقيتش فلفل احمر، رحت منقيه من الاخضر الاحمر اللي فيه وجبته عشان اعمله الشطه اللي بنهرسها فيه. وادي الليمون اللي هعصره، وادي الفلفل الاخضر اللي احطه عليه. وجايبه جزر. ماشي. وجايبه كركم، وجايبه حبه البركه. وبسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي نقول نسمي، لو ملح طبعا وخل وزيت كل دوت هحطه. بس الاول هنضف الزيتون عشان ما اطولش عليكم، وهوريكم ايه الليمون اللي انا حطيته يتغلي. ميه الليمون مش بنرميها، بحطها بعد ما تبرد، بحطها الميه بتاعت الزيتون بس بيها الزيتون. ماشي. في البرطمان خليكم معايا. ده الليمون اللي انا بغليه، حطيته في الميه اهو وبحطه يغلي، يدي غلوتين. اول ما يطلع غلوه والتانيه نروح طافين عليه. والباقي خدته علشان ايه، باقي الليمون قسمته زي ما انا قلت لكم، هعمله في الكبه يتعصر علشان احطه على الزيتون. ماشي. وقلت لكم انا دلوقتي هنعمل ايه، هقعد انضفه. في حاجه كويسه بقى، لو انتوا عايزين الزيتون يقعد معاكم فتره ما يستويش على طول وكده، يعني ما تشقوهوش، سيبوها. يعني سيبوا، ممكن تسيبوا برطمان من غير ما تشقوه، ده يقعد معاكم مثلا، شيلوه هيقعد معاكم بعد رمضان، يقعد معاكم زي ما انتوا عايزين. ماشي. على فكره انا بعمله بيقعد من السنه للسنه، اللي ما بيشقش بيقعد. انا عندي منه لسه يعني فاضل شويه من السنه اللي فاتت. فبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذنك يا رب. من مريم. وعلشان مريم انتوا بقالكم كتير ما تفعلتوش معاها، وهي بقالها كتير ما عملتش فيديوهات، فهنبتدي نعمل فيديوهات بقى ونبتدي نفعل ايه وننشط القناه باذنك يا رب. ماشي. خليكم معايا بقى، ما تروحوش لاي حاجه. هبتدي بقى كده. الرحمن الرحيم. بصوا ده الفلفل ضربته من مضربه بالكبه قصدي. ماشي. والليمون قطعته نصين وضربته في الكبه برضه، ما رضيتش اقعد اعصر وكده، لا بتبقى هلك، لان انا عامله بص بسم الله ما شاء الله في 2 كيلو مثلا. فقطعته كده ما فيهوش اي حاجه، بل بالعكس بيبقى جميل ومالي ومزز كده وحلو على فكره، مش بيمرر. وجربوها شوفوا لي رايكم. وهنا برضو الجزر بشرته الكبه. وهبتدي اقطع الزيتون اشقه، وبعدين نشوف نكمل نعمل ايه. ما تروحوش لاي حته، يا ريت اشتراك ولايكات بقى، ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دلوقتي انا شقيت الزيتون كله اهو، خد وقت بس معايا كتير. والفلفل مسكته غسلته، هنزله كده على الزيتون. ماشي. وبعدين احط الليمون، هنجيب الليمون بقى اللي احنا ايه اللي برد، ونروح حاطين كله فوق بعض. هنبتدي نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عملنا ايه، حطينا الليمون اللي انا عملته اديته غلوه. ماشي. على الفلفل مع الزيتون اهو، ونبتدي نحط باقي المكونات عليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل. طبعا لازم تلبسوا قلابز ما دام فيه ايه هرسه الشطه دي، تبقى بتخلي ايديكم بصراحه مهما تغسلوها مفيش. ماشي. هنبتدي كمان نجيب الجزر المبشور وننزله اهي في الخلطه.
نبتدي نقلبه في بعض ونحط ايه باقي المكونات بتاعتنا. حبة البركة، كركم، بيخلي الكركم الاصفر جميل، لون الزيتون لونه جميل جدا. اصفر، بس انا المفروض الاصفر بيبقى اصفر، انا مش عارفه هو اداله الاصفر عامل كده ليه، بس يعني جربها مش هقول حاجه. ونبتدي بصوا الجمال نقلبه في بعض. كل الخلطه دي مع بعض اهي، ونبتدي نحضر البرطمانات بتاعتنا، نحط فيها الخلطه بتاعتنا. طبعا هنجيبه من تحت لفوق عشان كله يكمل الخلطه بتاعتنا فيه. متنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب العالمين. ماشي، نبتدي نجهز البرطمانات واوريكم هنحط ايه ازاي. رجعت لكم تاني اهو، جهزت البرطمانات بتاعتنا وهبتدي انزل كده البرطمان، اخلص واوريكم اهو. بصوا اهو الخلطه اهي، الخلطه معليه ان انا هاخد من الخلطه واحط في الاول في البرطمان. ماشي، وبعد كده هنعمل المحلول بتاعه وهوريكم نعمله ازاي. ده يا حبايبي المحلول الميه، ماشي، اللي بليمون، اللي انا كنت غاليه فيها الليمون. ماشي، هنحط فيه الملح ونحط عليه الخل. الزيت مش هنحطه دلوقتي، هنبتدي نحط ايه الميه اللي في الليمون اللي احنا ضاربينه، وشويه ليمون برده من دوت كده. ماشي، وهنبتدي نشوف هنعمل ايه كده. نبتدي نحطها هنا كده في البرطمان اهو، نقفل بيه ونغطي بيه البرطمان اهو، نغطي بيه زي ما انا وريتكم كده البرطمان. بصوا شكله عامل ازاي اهو، ننزله كده. احنا قلنا شهر، متفتحوش عليه بعد شهر عشان ياخد ايه السوى الحلو بتاعه. في ناس بتفتح بعد 20 يوم وفي ناس بتفتح بعد شهر، انا بقول شهر احسن. ماشي، هحط الملح بتاعه، هحط كيسين ملح. بصي عشان كميه الميه كبيره، انتوا مش شايفين الحله كبيره، ولسه باقي الزيتون لسه ما خلصتوش. انا بوريكم بس ايه كام برطمان من اللي انا لسه هبتدي اعمله. ماشي، هبتدي كده اخد من المحلول اهو الملح اللي انا قلبت فيه وانزل في البرطمان. معلش لو الاضاءه عملت شويه مني اهو لغايه ما يتملي، بس برضو ما بملهوش قوي كده. اخد بقى من الليمون اهو اللي فيه ميه واروح منزله تاني ايه على البرطمان، انزل في البرطمان اهو، وابتدي احط الخل احطه لوحده في الميه وانزل تاني ميه. زيتون هديله شقه بسيطه، عايزه اوريكم بس هشقه ازاي وبعدين انا اكمل كده حته صغيره من الجنب بالسكينه طبعا. ماشي، واخلص شق بقى ايه الزيتون بسم الله الرحمن الرحيم، اخلصه وابتدي ايه نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. ماشي، هنحط الخل هنا في الميه احسن. معلش مش راضيه تتفتح قوي.
وبعدين اخد منها وانزل في البرطمان بتاعي. معلش يعني انا كده كده حاطه في طبق عشان لو في حاجه تنزل في الطبق. ماشي اهو. هبتدي اوريكم كده. خلاص انا حطيته مليته ميته وكل حاجه. هبتدي اقفل بقى خلاص كده اول برطمان. الزيت بقى كده اهو، بس اهو شايفين مش ماليه البرطمان للاخر، سايباه كده. بص جماله شكله تحفه، بألف هنا وشفا على قلبه. بس كده هقفله بقى. احط عليه كيس من كيس التلاجة كده عشان ايه هقفله كويس واروح مغطياه. بصوا يا حبايبي اهو. طبعا انا قاعده بقى بعمل وانا في الارض، بس خلاص كده ده اول برطمان خلاص. وقفلته ومشمعه بكيس من كيس التلاجة، وقفلته وحطيت من فوق الزيت. بس بسيبه الشهر بقى ايه لغايه ما يستوي براحته. ماشي. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله من مطبخ مريم.